السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم فطيرة بالجبنة، طريقة سهلة وبسيطة جدا والنتيجة فوق الممتازة. حاجة كده في منتهى الجمال، تعمليها كده في الليل، حاجة خفيفة تدفي الولاد كده في الليل. بس تابعي معايا الفيديو للآخر وما تنسوش تحطوا اللايك. يلا نسمي بالله. جبت هنا حاجة اللي هعجن فيها، وجبت كوباية لبن اللي هو الحليب، وحطيت نص كوباية من السكر، وحطيت كيس من الخميرة ومعلقة من الخل، وحطيت تلت كوباية من الزيت، ونص معلقة صغيرة من الملح، وبياض بيضة. نقلب الكلام ده كله كويس كده، بس نتأكد ان الخميرة بتاعتنا نتأكد يعني من الصلاحية بتاع الخميرة. حطيت كيلو من الدقيق، دقيق عادي متعدد الاستخدامات. قلبه الاول كده بالمعلقة. ودي اول كوبايه ميه اهي معانا، احنا حاطين كوبايه من اللبن. احط بقى، حطيت الكوبايه دي يعني عايرت مكان اللبن كده، حطيت الميه، واللبن يكون دافي والميه تكون دافي عشان احنا في فصل الشتاء طبعا، والعجينه ما يتاخرش معاكي. فضلت اعجن شويه كتيره، عجنت وريحت شويه بس عشان الفيديو ما يطولش عليكم، فانا عملت الحاجات دي ورا الكاميرا. اعجن واريح في العجينه شويه، كل ما تعجني كتير في العجينه ما شاء الله عليها تطلع خفيفة وهشة معاكي. هنا بعد ما اختمرت معايا حجمها اتضاعف، قسمتها كده نصين، سهلة خالص. وتحشيها بالحشوة اللي تحبيها، ممكن لحمة متعصجة، فراخ متعصجة. انا حشيها النهاردة بالحاجات اللي موجودة في التلاجة. جبت بقى كل نص قسمته نصين، والنصين يعني عملت هي على 4 كور كده، ووزنتها. لو عندك ميزان هتوزنها. انا وزنت الكورة 100 جرام عشان تبقى كبيرة كده معانا وحلوة. لو ما عندكيش ميزان هتبقى قد حجم البطين بالشكل ده. بعد ما كورتها وسبتها بقى تريح شوية، قلت اعمل ايه؟ اجهز الحشو. معايا دي جبنة بيضة، جبنة علب، اي نوع جبنة عندك بتحبيه. ودول كان عندي حتتين لانشون كده في التلاجة، وفلفل رومي، عايزة تحطي فلفل حامي. ودي جبنة قديمة، عايزة تحطي جبنة براميلي مكانها براحتك. عايزة تحطي فلفل الوان اللي متاح عندك، عايزة تحطي زيتون مخلي براحتك خالص. جبت اول كورة كانت ارتاحت معايا، لقيتي العجينة بتمشي معاكي على الرخامة ومش بتلزق، كملي. لقيتيها بتلزق منك، رشة خفيفة خالص من الدقيق. هنا دول معلقتين سمنة بلدي او زبدة او زيت اللي تحبي تعملي بيه. يا دوبك دهنت بس نص العجينة كده، نص الكرة معانا، وطبقتها بالشكل ده. نجيب بقى الحشوة معانا. الحشوة كانت طعمها وريحتها في منتهى الجمال، وزي ما بقولك على ذوقك برضو. نعملها ونقفلها بالشكل ده كده، سهلة خالص وبسيطة اهي. بس بصراحة نتيجتها ما شاء الله عليها تحفة بجد. انا عملتها بصراحة في الليل الولاد اتعشوا بيها، وتنفع كمان للفطار الصبح. كملت الصينية كلها كده. ودي بقى الكرة اللي هحطها في النص، هوريها لكم. فتحتها كده، حطيت الحشوة جواها ولميتها تاني بالشكل ده، ونحطها بقى في قلب الصينية ونسيبها ايه لما تختمر معانا. هنا بعد ما اختمرت معايا، احنا طبعا حطينا في اول العجين بيض بيضة، ودي الصفارة عليها حوالي كده 4 معالق من اللبن، ومعلقة كبيرة من الخل، فيش اكتر من كده. قلبتهم كويس، وندهن بقى بيها ايه الوش بتاعنا. دي بقى اختياري. السمسم ده كان عندي حبة سمسم ني على ابيض، خلطتهم على بعض ورشتهم كده. عايزة تحطي حبة البركة، مش عايزة تحطي خالص، مفيش اي مشكلة. عملوا ما شاء الله معايا صينيتين حلوين، كانت ريحتها قلب الشقة، جميلة جدا. اول ما تطلع غطيها معاكي، هتلاقيها بقت طرية كده وهشة وجميلة جدا. هنا كمان كانت لسه سخنة اهي، شوفي ما شاء الله عليها، التسوية بتاعتها ممتازة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير ومع